أراد علي أن يتزوج على فاطمة فليطلقها. الآن تحركت عند النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الأب، ما يرضى في بنته مهما كان. من يؤذي فاطمة فقد آذاني. من هو الأب ولا الأخ الآن اللي يقول من يؤذي سارة فقد آذاني، من يؤذي مريم فقد آذاني، من يؤذي ابتسام فقد آذاني؟ ما حد يقولها. وش عندهم؟ ودك ترجع لزوجك؟ الله يصلحكم، ودك ترجعين؟ لا يا أخوي لا ترجعها. أول شيء إذا جاء رماها عندكم ولا جتكم زعلانة خلوكم مع بنتكم. غلطانة ولا ما هي غلطانة؟ ليش؟ أول حاجة توصلون رسالة للرجل هذا إن البنت هذه وراها أهل يدافعون عنها. إذا كان الغلط منه خلوا بنتكم على جنب وأنتم تواجهوا مع الرجل هذا. تعال هنا يا أبوي، إيش فيك أنت تغلط على حميلتنا؟ ولا ترجعونها له إلين يعتذر ويقدم خاتمة ويقدم تعهد إنه ما يكرر الأخطاء هذه معاها. وإذا كان الخطأ من بنتكم، وهذا الكلام خذوه مني، لا تناقشون خطاها، ناقشوا التراكمات اللي وصلتها للمرحلة هذه. المرأة بطبيعتها حريصة على استقرار حياتها الزوجية أكثر من الرجل. غضب النفس